السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله متابعين القناة. اليوم من مكان مختلف، البحر الأحمر. الدباب اللي معانا اليوم هو ياماها FZS ويف رانر. طبعا مهم جدا لما تطلع دباب البحر تلبس المفتاح في يدك، عشان لا سمح الله لو انك سقطت من الدباب يطفي الدباب بدل ما انه ينطلق ويكمل مشيه. بشكل بسيط هذا هو المفتاح، فيه له ملقاط صغير، نحط الملقاط هنا في المكان، زر التشغيل، كذا الدباب شغال. طبعا هذا النوع من الدراجات النارية، ما حقول الدراجات النارية او الجيت سكيز، بسيط جدا ما في شيء، عبارة عن جيت انجن ومروحة في الاخير بتوزع مخرجات الماكينة عشان يمشي الدباب. طبعا عدادات امامية انالوج RPM وعداد سرعة، ممشى الدباب وعلامة البنزين وبعض المؤشرات. من الميزات الحلوة في الدباب هذا انه فيه له تحكم بالرفاس وبميزانية المروحة الخلفية حقت الدباب، بس انه ممكن تخلي الدباب مرفوع او مرخي بهذا الشكل، تكون تحكم في المروحة. الميزات الثانية في الدباب هذا انه فيه له ريوس، هذه حاجة حلوة. الدباب اللي معنا اليوم هو ياماها FZS 2011. ما شاء الله تبارك الله، عزمه جدا جميل. هناخذ مواصفاته ان شاء الله لما نوقف، بس انا بنجربه. انا الان على سرعة تقريبا 60 او تقريبا 100 كيلومتر في الساعة. ان شاء الله تبارك الله عزم دوران عالي. طبعا الدبابات البحرية اغلبها نظام CVT، اللي هو سير واحد او نمرة واحدة فقط. ما شاء الله تبارك الله عزم جبار جدا. طبعا الدباب اللي معانا هو ياماها FZS سوبر شارج من ياماها. طبعا معروف الخط حق الانتاج حق ياماها للدراجات البحريه اللي هو الويف رانر. طيب طبعا هذا هو مفتاح الدباب، لازم يكون بهذه الطريقه، لازم تلبسه في يدك عشان لا سمح الله لو صار لك حادث ولا شيء ولا طحت من الدباب ينسحب الملقاط البسيط هذا الملقاط زي ما تلاحظوا اللي يتركب في دي المنطقه، ينسحب فيطفي الدباب اوتوماتيكي. هذا طبعا امان للدباب. نلاحظ الدباب فيه ميزه مره جميله اللي هي الريوس من هنا، هذا زر الريفيرس او الريوس، تسحبه على ورا يعكس دوران الماكينه. في ادراج جميله، في درج هنا. طبعا صندوق الدباب او كبوت الدباب هذا هو، تحط فيه اغراضك، تحط فيه اللايف جاكيت حقك، هذا مكان تعبئه البنزين. مرايات في الدباب. من الميزات الجميله في الياماها انه هو في ريوس يرجع على ورا زي ما تلاحظوا، مقعده طويله لنفرين. في منه نوع ثاني 3 اشخاص. في درج بسيط هنا زي ما تلاحظوا، حاطط جوالي فيه في حال مكواب. هذه منطقه مهمه في دبابات البحر او الجيت سكيز، تلاحظوا كذا لينه عشان الحمايه لا سمح الله لو صدرك ضرب هنا. هذه عدادات الدباب. لو اخذنا مواصفات الدباب بشكل سريع، طبعا نوع البوت او نوع دباب البحر بيرسونال ووتر كرافت، اللي هي محركات مائيه شخصيه. ابعاد الدباب هي كالتالي، وابعاد الدباب البحريه كالتالي: 3.4 متر وطول الدباب، الطول العام للدباب. ارتفاع الدباب 1.2 متر. الوزن الصافي 369 كيلو جرام. حجم التانكي 70 لتر. طبعا عدد الاشخاص مهم دي المعلومه، في نوع منه ب3 اشخاص وفي نوع منه بشخصين، اللي امامنا هو القصير ابو شخصين. المعلومات الحلوه، الارقام الجميله. القدره الحصانيه 235 حصان. نوع الماكينه ياماها 1812 CC SHO سوبر هاي اوتبوت. نوع نقل الحركه جيت. نوع الماكينه عباره عن i4 خط مستقيم 4 سلندر 1.8 لتر 1800 CC تقريبا، 235 حصان على 7500 RPM. طبعا الماكينه ما هي ناتشورال سبيريتد اللي هي تنفس طبيعي، الماكينه سوبر تشارج. من اهم منافسينه السيدو GTX والسيدو RXT والكوازاكي الترا LX. وطبعا كثير يسال فين تكون موجوده الماكينه تكون موجوده هنا بالضبط تحت المقعده الاماميه. تحت المقعده الخلفيه لو شفنا في زر بسيط هنا، هنفتحه عشان نشوف ايش فيه. في الصندوق هذا اللي تلاقي تحته الكنداس حق الدبابه وشكمان الدباب.
زي ما تلاحظ، وبطارية الدباب هنا موجودة في الخلف. المقعد الخلفية، نفتح المقعد الأمامي عشان نشوف الماكينة بهذا الشكل. ما شاء الله تبارك الله، ماكينة 4 سلندر عليها سوبر شارج بهذا الشكل. اليد اليمين اللي هو دعسة البنزين بهذا الشكل بأصبعين وإصبع حسب حسب راحة المستخدم. في اليد اليسار هنلاقي التحكم بالرفاس اللي هو مروحة الماكينة الخلفية أو مروحة الجيت انجن الخلفية. تشغيل الدباب من هنا، إغلاق الدباب من هنا من هذا الزر الأحمر. وطبعا هذا مكان الملقاط اللي هو مكان التشغيل بهذا الشكل. وطبعا اكيد حابين تسمعوا صوت الدباب. طبعا حطيت المفتاح في مكانه، لبست المفتاح في يدي. مهم جدا اني البس ستره حقت النجاه اللي هي الستره اللايف جاكيت اللي هي تحميك من الغرق لا سمح الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا زر التشغيل، هنلاحظ العداد الان ما شاء الله. هذه كانت نظرة سريعة وتجربة قيادة على ياماها FZS ويف رانر. اشكر صاحب الدباب فيصل كتبي على اتاحة الفرصة للتصوير. الله يعطيه العافية تجربة الدباب. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة، عمل لايك وشير وسبسكرايب. واذا عجبتكم هذه السلسلة من الفيديوهات انا ححاول اواصل فيها ان شاء الله، حنزل دبابات بحر اكثر. لا تنسوا الاشتراك في سناب شات القناة وانستغرام القناة. السلام عليكم ورحمة الله.